بعد الفوز 1-0 ضد رايو فايكانو راح اختار مين كان افضل ثلاث لاعبين واسوء ثلاث لاعبين من برشلونه، اعطوني مساحتي وتابعني. بالبدايه تعالوا نحكي على سريع مستوى اللاعبين، نبدا باخوان غارسيا اللي فعلا عمل فارق مرعب بمركز حراسه المرمى في برشلونه، واحد من افضل صفقات هذا الموسم بصراحه، 4 تصديات 4 من داخل منطقه الجزاء، هذا غير بالعرضيات كيف حافظ لاعبي رايو فايكانو سبب لهم رعب. اعتقد لحد الان كوبارسي ومارتين هي افضل ثنائيه في خط دفاع برشلونه، كوبارسي قدم مستوى جيد جدا، مارتين برجع بكرر اتمنى انصافه اكثر، اللاعب ممتاز دفاعيا، اللاعب ذكي جدا بتمريراته، تمريره واحده عم يكسر فيها خطوط الخصم. من دون شك فرص برشلونه بالتسجيل من الكرات الثابته بتصير اعلى بتواجد لاعب مثل اراوخو، عنده حس تهديفي عالي بصراحه، سجل هدف الفوز ودفاعيا جيد. برايي حتى لو بالدي رجع من الاصابه حرام يلعب اساسي على كانسيلو، خاصه بالدوري عمل فارق مرعب هجوميا، صنع الفارق امام مباراه اشبيليا، والان امام رايو فايكانو صنع هدف، حتى دفاعيا قدم مباراه جيده جدا، وبالثنائيات كان ممتاز. بعض فكر انه انا عندي مشكله شخصيه مع برنال، انا بعتبره موهبه ممتازه، ولكن بصراحه بالمباريات الاخيره ما اقنعني غير تهديفيا، اللاعب جودته بالكره متواضعه وكانه كساده، وهذا مسبب ضغط كثير كبير على مين؟ على بيدري اللي واضح كثير بيفتقد ديون. لكن انا ضد الانتقادات الكبيره اللي وصلت على بيدري بعد المباراه، قدم شوط اول عالمي من رايو فايكانو بصراحه، خروج من ضغط، بناء هجمه، فوز بالثنائيات، استرجاع كرات، ولكن بالشوط الثاني انهار بدنيا. مش افضل مباراه رافينا بصراحه، لانه ضيع فرصتين محققه للتسجيل كان ممكن تحسم كل الامور لبرشلونه، ولكن بنفس الوقت كان كثير ممتاز في الضغط. ايضا مش افضل مباراه لامين يامال بصراحه، نعم صنع فرصه، حاول شوي بالهجوم، ولكن خطورته كانت اقل من المعتاد. فيرمين لوبيز فعاليته الهجوميه كانت اقل من المعتاد، ولكن كنت معجب كيف كان يتحرك باكثر من مكان، يرجع يساعد بيدري في عمليه البناء. ايضا ليفاندوفسكي بصراحه ما قدم اي شيء يذكر حتى اتكلم عنه. بالنسبه للبدلاء بصراحه ما عملوا شيء يذكر، فيران توريس زاد مشاكل هجوم. بالنسبه للاسوء والاقل اداء بالمركز الثالث راح اختار رافينيا، الثاني برنال، والاول ليفاندوفسكي. اما بالنسبه للافضل بالمركز الثالث راح اختار مارتين، الثاني كانسيلو، والاول اكيد اخوان غارسيا.